الخروج. ابشركم النهوض بخير والمقاومه الشعبيه بخير، والنهوض الان كبست هناك الجيش والمشتركه. الجيش والمشتركه اللي السافنه والدلمره والدمقروف ما بيقعد دقيقه قدامه وطير ما تعرف. شفتها ناس ارد ديل خاتنا عليك خدت الا تطير السما فوق. ابقوا طيبين يا شباب، والنهوض ما زالت بخير، وهنا الحمر دوله ولن يستطيعوا الجنجويد هزيمة، لانه دي حقاره للحمر، والحمر ما بيرضوا الحقاره، والجيش موجود والمشتركه موجوده ونسور الجو كانت في المواعيد، وكلهم بيديروا الموقف ده بكل ثبات وبكل شجاعه. فقدنا شهداء وفقدنا ناس كتار موجوده هناك من هنا المقاومه الشعبيه ومن الجيش، لكن في ضلوطه الانتصارات وليه قدام يا جماعه. وما تصدقوا الفيديوهات ناس التصوير كده، قولوا لهم صوروا لنا ثاني من النهوض جوا. قال لك من النهوض للحمره يا دار حمر، يا دار حمر يا جنجويدي، محل الفتق والمتق. والله 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 كان ما جريتوا زي اخوانكم شنبي ده حلقوا، وما زالت مستمره، وان شاء الله ستجيكم الفيديوهات بالدليل القاطع من دار حمر، وتجيكم الفيديوهات بالدليل القاطع عبر صفحة القوات المسلحة تنجلي. حتى الآن 35 عربية للجنجويد دنيا زايلة، وفي جنجويد من نسور الجو ما معروف عددها كم، ودار حمر دولة. الحمر دولة. أبقوا طيبين يا جماعة، وحافظ الله هن الحمر، وربنا يديكم الصحة والعافية. عايزين كلمة جميلة بأمانة في حق هذا الرجل يا سعدون، الرجل اللي بيحب دايما الخير، الرجل الوطني الغيور على حب الوطن دي. حقيقة نحن بنفتخر وبنحتز به بصورة ما بتتخيلها يا سعدون، من محبة صادقة لهذا الوطن. الرجل ده بيضحي بالغالي وبالنفيس بوقته بكل والله شيء، احنا ما قدمنا من غير مقابل وما من غير أي شيء. ده عباس أكسجين ولا دمنه؟ اسمع كلامي، والله ما بنحتاج شكر. الرجال في الميدان قدمت ارواحها، نحن قدمنا ضعف الايمان. ده عباس اكسجين الفوق ده ولا دمنه؟ الثاني لا ما عباس اكسجين، بيشبهوا انا ذاتي في الاول قالوا كنت كده جبيلك والله يا مك. البيت السوداني، البيت السعيد، وربنا يحفظك وربنا يديك الصحه والعافيه. الرجل طيب القلب. نحن الدعم الاعلامي، وعلى ذلك لا نريد جزاء ولا شكر. والله يا اخي انت ما لا حاجه الاعلاميه فقط، انت حاجات معنويه، حبك الوطني، غيرتك للوطن ده. يعني انا بامانه الحاجه دي بتتجسد فيك يا ابو رهف، والناس اللي موجودين معاك كان سعدون او غيره. يعني الغيره للوطن دي ما حاجه سهله، وحبك لتراب الوطن ده، الوطن اللي ادانا واطعمنا واكلنا وشربنا. على الاعلام يا اخواننا النهوض في خير، والنهوض تم جغم منهم مئات العربات في النهوض، والنهوض هي في خير. زي ما شفتوا السافنه ده مشى يتصور طبعا كالعاده بيصوروا قبلكم، وشفتوه لما نتصور برضه مصاب. النهوض في خير، ولا في سقوط ولا في كلام زيها وزي مواضيع اللي بيداولوها في الفاشر. الفاشر ده سقطت يا اخواننا، لهم سنتين بيكذبوا علينا. الفاشر سقطت. الان الجنجويد بيمارسوا نفس الطريقه دي، ونحن ردنا لكم بيان بالعمل. جبنا لكم سافرنا بتصوير وبمحضيرات، جايبين لكم مخلوع راكب في العربيه ومخلوع انه اخواننا النهوض في خير، ولسه على البشريات تباعا يا اخواننا لحد ما يتم حصر العربات اللي استلموها من الملايج دي، والناس تنبسط. يعني انا واحد من الناس لما فتحت اللايف ده، فتحت اللايف بعد ما تاكدت من الاخبار دي، وجيت داير اتونس مع اخواني البلابسه، لانه والله النرجسيه فوق والله، ومبسوطين جدا وفرحانين جدا بشغل الليله. اشتغلوا معاكم شغل بتاع غنم، فتحوا لهم النهوض دي. الناس دي ما بتتعز. قبل كده نفس العمليه دي عملوها لهم في مدينه من المدن، ودخلوا بعد ما دخلوا يا معلم من جوا فجوهم لك فخجين ما مرق منهم من نفاخ النار. الان انا مستغرب ان ذاته سافرنا ده كيف مرق. الزول ده كنا دايرين ننجغم، سافرنا ده بالتحديد كنا دايرين ننجغم، ما عارف انه طلع من الناس زي حيجوا بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه بتاعتهم، حيخشوا في الناس ويكذبوا ويطلصوا ويجيبوا لهم فيديوهات مركبه وما عارف من وين ويمارسوا كذبهم ده. لكن النهوض في امن وامان. بطمن عنا واخواننا الجياش اللي بيسالوا عنا، وباذن الله يا اخواننا البشرات بتيجي تباعا. بعد شويه حتسمعوا يستلموا كم محصرص، كم عربيه مصفحه، وكم كده وكم كده حتسمعوها. ونحن ما قاعد نكذب والله، ولا قاعد نطمن ساعه يا اخواننا، ما قاعدين نتكلم ونفتح منصاتنا دي ونكذب للناس ونبيع لهم التضليل. لا ده شغل بتاع الجنجويد هناك في صفحاتهم. نحن لما نقول الحاجه دي تمت يتبلوا في النهوض لما يمصريهم طلع. اتفضل يا العظيم، الانتصارات العظيمه الان اللي نحن فيها دي، والفرحه الجميله، ودي حاجات جميله نحن بنحتز بها، وعندنا ثقه بانه الحمد لله انه نحن حننتصر. لابد انه نحن حننتصر. يعني
طالما في رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولكن والله ما بدلوا تبديلا. هم رجال أوفياء صادقين لأنه عندهم حب لهذا الوطن. الأبطال بالنهود ما شاء الله تبارك الله عليهم عقدوا العزم وبايعوا إنه الطيران يتدخل والمعركة مستمرة، والنهود ما سقطت يا اللي قعدتوا صورتوا، لا ولا حتسقط النهود. النهود دي زي ما تصويركم خش ومارق، حتشوفوا طيران متدخل يا جماعة، معركتنا شغالة، وإن شاء الله النهود أبطال النهود قادرين. وكعادته ود الموية، أنا مسميه ود الموية، السافنة معرض كعادته، الزول ده بس زي ود الموية ما دمه. هو شفت هو والناعم ديل هم ما عارف قصتهم شنو، نازل زي ود الموية. الحمد لله تبارك الله. يا جنجوية التحت اللي دارين تتكلم عن النهود، النهود باقية، والنهود منتصرة، والنهود واقفة على حيلة، والنهود عندها أبطالة، والنهود عندها رجالة، والنهود عندها الناس اللي بيقدروا بيحموها، وكردفان الغرة ما جنجويدي بيقدر عليها. تحية لأهلي الحمر، تحية لأهلي دار حامد، والتحية لكل الناس الواقفة. النهود بخير، وفي صندوق يا جماعة في صالحة، والصندوق ده مهم جدا جدا جدا، وبعد شوية نتائج الصندوق دي حتظهر. ساعدونا، انا ما اعرف الخبر ده دكنوا منكم ولا قالوا؟ هاي لا استلمت الخبر ده برضه، هاي نسيت ذاته ما قلت والله. تفضل. البشريات والله البشريات والخير كثير يا سفيان، لما نسيت ما قلت الصندوق ده، لكن ما مش واصل. يا شباب برضه صندوق صالحة ده ان شاء الله صندوق كبير جدا جدا، صندوق قوي جدا جدا، نتائجه بعد شوية ان شاء الله بتبين لنا. نحن الان يا جماعة ندعم وندعو لجيشنا، ندعو كل المجاهدين، كل المرابطين، وهم بيحملون الدين والأرض والعرض، ونسأل الله بعزته وجلالته إنه يحفظ جيشنا ويحفظ وطننا ويحفظ جنودنا ويكون لهم عون ونصير. الآن تقيف وتدعم جيشها. التحية لك يا سعدون أخوي، والصندوق قرب وكان في جديد بعدين إن شاء الله نتكلم عنه. الحمد لله. تفضل. تعليبهم وطريقتهم دي في طريقة التسويق الإعلامي بتاعهم اللي بيشتغلوا به ده. فكالعادة طبعا طلعوا فيديو معاهم السافنة بيتكلم باللاسلكي ويقول يا أخي أنا الآن جوا النهود، وده طبعا يعني يتعبوا الشعب السوداني ويرهقوه. يعني أنت ما دام نجيت بنفسك وربنا يعني مصرين إنهم يتعبوا أهلنا ديل مهما يكون، الواحد بتلقاه بعيد، وأهلنا ديل كلهم طبعا متابعين في السوشيال ميديا الصفحات ومتابعين الإعلام أخبار السودان أول بأول، فبالتالي هم مصرين تكون واعيه. يعني الموضوع ده الان بيقول لك انت اذا السافنه بتاعك جايبينه معرض يبقى اكثر من كده. وابشركم انا ان شاء الله خلال الساعات الجايه دي لحد ما يحصروا العربات الصرص والاسماء من النهود ده باذن الله كله بينزل لكم، يعني بيوروكم كم انجغموا عديل، انجغموا كم وكم عربيه استلموها. فدي كلها حقائق بتنزل والناس حتشوفها يعني، بس الناس ما تنجر ورا الاشاعات دي، لانه انا شايف كميه من الاخوان قاعدين يسالوا يعني النهود قالوا سقط. لا ابشرك والله النهود دي دار حمر دي اقسم بالله العظيم ترابه دي ما يخطوا رجلينا فيها. ابشركم يعني ده غير المقاومه الشعبيه وغير القوات المسلحه والمستنفرين وغيرهم. فبالتالي الناس تبرد. والله انا واحد من الناس لما فتحت اللايف ده لاني مبسوط جدا انا من الجغم اللي انا شفته ومن الرسائل اللي وصلتني من اخوان انا بثق فيهم جدا في معلوماتهم وطريقه تواصلي معهم. فالناس شنو تطمن والناس ما يلعبوا بعواطفكم. والله باذن الله كل الحقائق بتظهر لهم الساعه في الميديا، وحتشوفوا الصور يعني بالتوثيق عديل. يعني احنا كمان صورنا دي ما صور بتاعت خداع بالبصر يعني زي ما بيمارسوها الجنجويد والشغل الاعلامي بتاع غرفهم اللي بيمارسوه والتركيب والجرافيك والشغل اللي بيحصل ده. احنا بنجيب لك صوره من زول بسيط، زول بسيط تليفونه ذاته بيكون خرده